السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة ان شاء الله هنعمل صينية سمك. السمك الشبار او البلطي بيسموه في بعض البلاد، لكن عندنا هنا في بلدنا بنسميه الشبار. دايما بنقليه يا اما بنشويه، لكن النهاردة هنغير القاعدة دي وهنعمله صينية بس هتكون خطيرة جدا. تعالوا معايا نشوف المقادير. اول حاجة هتكون معايا البهارات، نص معلقة صغيرة من كل من الكركم والبابريكا، كزبرة، وكمان بهار سمك وكمون، فلفل اسود، ومعلقة صغيرة من الملح. هيكون معايا كمان 2 بصلة وسط تقطعيني سلايس، واحدة فلفل احمر رومي، وكمان واحدة فلفل سبايسي، ونص معلقة كبيرة من التوم، و3 معالق كرفس مفرومين. لو مع عندك كمان واحدة فلفل رومي اخضر يكون افضل كمان مع بقية المكونات. معايا كمان معلقة كبيرة من صلصة الطماطم، ومعلقة كبيرة من دقة السمك. هحط لكم اللينك بتاعها في اول تعليق مثبت. كمان معلقة كبيرة من الخل، ومعلقة كبيرة من عصير الليمون. هحط لكم كل المكونات في الكابشن او في صندوق الوصف. يلا بينا بقى نبدأ وصفتنا. معايا هنا الشبار غسلته كويس جدا وسبته يتصفى. بعد كده هنبدأ نتبله. هنتبله بالدقة دي اللي قلنا عليها، وهسيب لكم اللينك بتاعها في اول تعليق مثبت. هتبل السمك من جوه ومن بره بالشكل اللي احنا شايفينه ده. الدقة دي جميلة جدا لان بنحتاجها في حاجات كتير قوي، يعني مش على قد السمك بس. المهم بعد ما تاخدي منها بتحطي عليها طبقة زيت وبتحطيها على الرف في التلاجة. بتقعد معاكي حوالي شهر واكتر كمان، طول ما انتي محافظة عليها بطبقة الزيت اللي محطوطة فوقها. مش هيحصل لها حاجة ابدا. دلوقتي بقى هجيب صينية وهحط فيها البصل وعليها الثوم. هحط بقى على البصل والثوم هحط البهارات بتاعتي اللي قلنا عليها، وهدعك البصل كويس جدا بالبهارات دي علشان ينزل السوائل اللي فيها. زي ما قلنا قبل كده، لما بنحط البهارات او خاصة الفلفل الاسود مع الملح بندعك بيه البصلة، بيدينا ريحة حلوة جدا شبه المرتة، بتخلي طعم الاكل جميل، وكمان ريحته بتظهر بتبقى طعمها تحفة قوي. بعد ما دعكناها كويس جدا هنحط بقى بقية المكونات كلها، وهندعك دعكة خفيفة كده مع البصلة بالشكل ده. هحط بقى الخل وعصير الليمون، وكمان معلقة الصلصة معلقة واحدة بس، ودي صلصة بيتي مش صلصة جاهزة. وهنحط كمية من الزيت يعني حوالي ربع كوباية، لان الفرق بين الصلصه البيتي والصلصه الجاهزه، الصلصه الجاهزه بتكون مركزه كده جدا وبتديني نتيجه اكتر لما بنحط عليها ميه او كده بتديني صوص اكتر من البيتي. هحط بقى السمك، هسيب كميه تحت في ارضيه الصينيه، وهحط كميه فوق السمك تحت علشان يحافظ لي على السمكه ما تلزقش في الصينيه، وكمان عشان تديني طعم من تحت ومن فوق بالشكل ده. رصيته كده بقى في الصينية، وهحط عليها شوية زيت من فوق على كل سمكة. لو عندك بخاخ الزيت يكون أفضل كمان. هدخلها بقى الفرن على أعلى درجة حرارة، علشان عارفين ان السمك ما بيحبش النار الهادية، او عامة البحريات ما ينفعش نستخدم معاها النار الهادية زي اللحوم والفراخ. لكن السمك بيبقى على درجة حرارة علشان تستوى بسرعة، لانها ما بتاخدش وقت في السوا خالص. ومن وقت للتاني هطلعها واخد من الصوص واسقي السمك من فوق بالشكل ده، يعني تقريبا بطلعها مرتين اثناء وهي في الفرن. باخد من الصوص واحط على السمك من فوق علشان يديني لون وكمان طعم كمان حلو جدا. وهي في الفرن لو حسيتي ان السوائل بتاعتها نشفت، تقدري تحطي عليها نص كوباية مية سخنة من الكتل زي ما انا عملت كده بالظبط. واخر دقيقتين بولع عليها الشواية، واخر 5 دقايق علشان تاخد لون بالشكل ده. طلعتها وبقت بالشكل الجميل اللي احنا شايفينه ده. واول ما اطلعها باخد شوية من الصوص عشان يديني لمعة، بحطها على السمك من فوق ومش بدخلها تاني كده خلاص. دي اخر مرة. شايفين كمية الصوص والبصل اللي فيها؟ حلو جدا، يتاكل مع رز ابيض بيكون بجد تحفة جدا. تعالوا بقى نغرف طبقنا مع بعض ونشوف السمك اللي عملناه.
ونحافظ على شكله واحنا بنشيله بالشكل ده علشان ما يتقطعش، ونحتفظ بشكله اثناء الاكل. شايفين بقى كمية الصوص والبصل؟ صينية تحفة جدا وهتعجبكم بجد قوي. تقدري تعمليها مع رز ابيض، وتقدري كمان تعمليها لو تحبي تعمليها مع الرز الصيادية، لكن انا بفضل الصراحة ان اعملها مع الرز الابيض. طبعا شكل وريحة مش قادرة اقول لكم ريحتها قلب البيت ازاي، بجد ريحتها تحفة جدا، والطعم مش قادرة اقول لكم جماله. يا ريت تجربوها. وكمان زي ما احنا شايفين من جوه السمك طري جوسي كده، مش ناشف. اتمنى تجربوها وتقولوا لي ايه رأيكم فيها. بكده يكون وصفتنا النهارده خلصت. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد مع سفرة ايدي. سلام عليكم.